تعال اقول لك على افضل 10 اسهم حققوا اعلى عائد في البورصه المصريه خلال 2024. رقم واحد سهم السويدي حقق عائد وصل ل 200%. يعني لو كنت استثمرت 100,000 جنيه في السهم ده في بدايه السنه كانوا دلوقتي 300,000 جنيه. بدأ في بداية السنة يوم 2/1 عند 29 جنيه و29 قرش في بداية السنة، ولحظة تصوير الفيديو ده سعره وصل لحوالي 88 جنيه. والسهم الثاني سهم شركة دايس وعمل عوائد أعلى من السويدي كمان، عمل 208% من بداية السنة لحد الآن. وسهم المالية والصناعية حقق 168% خلال السنة. وسهم مينا للاستثمار عمل 154% خلال السنة. وسهم دومتي عمل 152%. وعندك سهم طلعت مصطفى عمل 133%. وبرضه سهم بالما هيلز عمل 127% خلال السنة. أما بقى سهم إعمار مصر عمل 97%. كل الاسهم اللي قلت لك عليها دي موجوده في مؤشر EGX 100 بتاع البورصه المصريه. وعلى فكره في اسهم في البورصه المصريه حققت اكتر من 600% خلال سنه، بس دي اسهم مضاربه ما ينفعش تكون هي المعيار عموما. ودي برده مش توصيه انك تستثمر في الاسهم اللي قلت لك عليها، لازم تستشير مدير الاستثمار الخاص بيك. طب هو انا ينفع استثمر في البورصه المصريه وبالدولار؟ وحققت عوائد تعدت ال 100% خلال 2024، وخلينا اكلمك عنها الفيديو الجاي. ولو عايز تستثمر في البورصه المصريه فاسهل طريقه عن طريق ابلكيشن دو تريد تابع لشركه مباشر، وهي شركه مرخصه من الهيئه العامه للرقابه الماليه، والابلكيشن موجود على جوجل بلاي واب ستور، وده رقم تليفونها. انت في رايك لو معاك 100,000 جنيه تفضل تستثمرهم في الشهادات ولا في اذون الخزانه ولا في البورصه ولا في الذهب؟ قول لي رايك، وما تنساش تدوس هنا وهنا وهنا عشان يوصلك كل فيديوهات.